يا بوي الجامعة معبية نسوان ياد. يا ولد عم، احنا جايين نبص على النساوين ولا جايين نتعلم؟ هنبص على النسوين ونتعلموا. صح كده. العيال ده هربانه من الكانتين. انت بني ادم زباله وخاين وعمرك ما هتتغير. انت مجنونه يا بنت، انا جيت جنبك. وبعدين لم الدور، انت من امتى بتزعقي قدام الناس؟ ده اللي فارق معاك صح؟ ومش فارق معاك مشاعري لما اشوف الصور الزباله دي. ايه ده؟ انت جبت الصوره دي منين وازاي؟ ده اللي يفرق لك صح؟ لكن ما يهمكش انا ممكن احس بايه لما اشوف حاجه زي دي. بص يا غازي، انا عايزه اقول لك كلمتين لو سمحت. انت من طريق وانا من طريق ودبلتك اهي. خدها يا بنت. انت ازاي تسيبيني اصلا وانا بكلمك؟ انت عايز مني ايه تاني؟ مش كفايه اللي انت عملته؟ ايه اللي انا عملته؟ مش فاهم. مكبره الحق واد عمي. والله ايه ده؟ بتمثل عليا كل ده. تعالى معايا. وكمان مش عاجبك. وايه اللي انا عملته يعني؟ وانا جيت جنبك؟ لا فعلا ما عملتش حاجه. كل ده بتضحك بمشاعري وكمان عمال توعد البنات بالجواز وفي الاخر مش مقتنع انك عملت حاجه. غازي انا مش عايزه اعرفك تاني. لا عاش قوي يا سليمان، حلو. ايه رايكم في المشهد ده يا جماعه؟ عجبكم؟ انت داخله بقى تستعطفي الناس، وده بالنسبه لك الصح انك تلمي الناس وتفرجيهم علينا. انا بقى يا ستي ما عنديش مشكله ان انا اطلع غلطان، وغلط بغلط بقى يبقى تتربي. واه، ما يصحش كده يا ابو عمو، تمد يدك على حريم. وانت مال اهلك انت؟ طب انا غلطت في اهلك دلوقتي، بتغلط في اهلي ليه؟ تعرف اهلي منين انت؟ بس هنعدوها. تعرف ليه؟ اقول متعصب عشان انا ما اتعصبش يا ولد الحلال. يلا يا واد عمي، يلا يا ابو عمرو. اتفضل يا بنت الاصول. لا استنى،